حضرتك ما زلت تشجع تحب نادي الزمالك بس قرفت. مش ممكن لا تغير يعني؟ قرفت. هل مش ممكن تغير؟ انا جمدت نفسي في وقت زعلان من الزمالك يعني؟ زعلان من الزمالك لانه ما يستاهلش. اولا الجمهور وافي جدا لنادي الزمالك. ومش قادره، مش عايز اعيب في نادي الزمالك. مش عايز امسك فاس واكسر في النادي. احنا بالامانه اللي انا شايفه الجمهور ما يستاهلش. الجمهور وقف مع اللعيبه الى اقصى حاجه. كل عوامل يعني انا قدامي نموذجين. نموذج لازم ارفع له البرنيطه بالتعبير الاجنبي واحييه وبفرح له، وهو نموذج النادي الاهلي. انا بفرح لما يكون عندي نادي بهذا النظام، بهذا الانضباط، بهذا الحماس، بهذه الروح. ده شيء مشرف وجاب نتيجة مش بس في مصر، بالنسبة لقارته. أنا بفرح. وقدامي نموذج آخر لكل أسباب التفكك والهزيمة، ولا يمكن إن أنا عشان ألعب على ماتش عشان أتصور إنه يعوض اللي فات. لا، ممكن النادي الأهلي ينهزم ماتش ولا 2 ولا 3، إنما هو في النهاية جسم مترابط وعارف إن هو قادر. إنما ده الماتش ده هيرضي الجماهير وهيستعيد ثقة الجماهير. استعيد ثقة إيه؟ أنا عايز نظام، أنا عايز نادي أنا مستعد إنه يتغلب مرة و2، بس أنا حاسس إن أنا قدام إدارة وقدام نظام وقدام لعيبة وقدام كل حاجة. بعد الفاصل حضرتك هترتب لي